السلام عليكم دراري ودريات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم قصة جديدة نتمنى تستمتعوا بها وتعيشوا مع الأحداث اللي فيها. متنساوش تخليو واحد لايك، فضلا وليس أمرا، واحد سبسكرايب وشي كومونتير للزواون اللي تسيبورتيونا فيه. من بعد ما كملت قرايتي في الليل، كما كتعرفوا العطلة في المغرب كتجي مع وقت الصيفية، ما كاين غير الطبهار والنعاس والتفرويح والتيتيز وداكشي. مي هاد الصيف ما غاديش يدوز كما كنت معود. في كل عطلة ديال الصيف كتجمع العائلة في الدار عندنا، حيتاش حنا كنا ساكنين مع جدي. داكشي علاش اللي كاين في شي قنت يجي للدار عند جدي وكندوزو العطلة مجموعين. وكل مرة وكان كيعجبني هاد الجو بزاف، خصوصا ملي كيجي عندي واحد ولد عمي كنتشابهو انا وياه بزاف ديال الحوايج. وكنا حنا هما المساخيط ديال العائلة، فين ما كانت شي مصيبة تلقانا فيها بجوج. مي هو زايد عليا نغزة، حيتاش كان كيآمن بالعالم ديال الجن، وكان كيقرا على ما وراء الطبيعة وتحضير الأرواح. وملي جا هو فارع ليا مخي بهذا الشيء وباللي يقدر يحضر جنون. المهم فاش قالها ليا خريط عليه بالضحك، قلتلاش مجنون ولا شي حاجه، ولكن غادي نهجرو في الاخر. الغد فقنا فطرنا مع الدار، ومن بعد لبسنا الشورطات ومشينا للبحر. هذيك العشرة ما دخلنا الدار حتى ل8، جينا عيانين وميتين بالجوع. دوشنا وحشينا في وجهنا. من بعد الدار خرجوا يدوروا وحنا مع العيا بقينا في الدار وقلبناها بلاي. بقينا مقصرين شويه، ويقول لي اش بان لك نخرجوا شي جن في هاد الليل. انا نقول ليه اللي جيتي وانت فارع عليا راسي في هادشي. حطيت المانيطه وانا نقول لي يلا استلفقي بين لي نشوف. وكون غير سديت فمي وسكت، ولكن زعما خايبه. قال لي تسنى، مشى جاب الشمع من الحانوت وشد واحد الورقه وبدا كيزمم فيها. من بعد جاب زلافه حط فوقها واحد الشمع وتفضى وقال لي شوف لا شفتي شي حاجه ما تدخلاش وما دير حتى شي حركه. وانا كنضحك عليه في خاطري وكنقول في راسي واش هاد ولد العبد من نيتو. من بعد بدا الطقوس ديالو، شي شويه سمعت بحال الصوت ديال الباب كتحل. مي ما طيقش، قلت غير البرد اللي حلو ولا كنتخيل. ولكن حسيت بواحد الاحساس غريب، الزغب ديال يديا وقف. مي ما بينش الرشيد، باش ما نبانش خايف. ما حد الوقت كيدوز ورشيد كيقول شي هضره بشكال ما فهمت والو. بقيت شحال وانا كنسمع وكنتصنت اش كيقول، وانا نفهم باللي كيقرا القران بالمقلوب. شي شويه بانت لي زلافه كتحرك ناري، وبديت كنحس بلي شي حاجه ماشي نورمال. شويه هو ينطق رشيد وقال بلي راني عارفك هنا. هذه هي كلمته اللي قال. من بعد وهي تقلب زلافه والشمع وطفى في هذيك اللحظه الضوء. بديت كنحس بلارض كدور بيا، وقلت الا بقيت هنا غادي نموت بقوه ديك الخلعه اللي حسيت بيها. كانت اول مره جمعت جري ودرت داكشي اللي قال لي رشيد ما نديروش. هربت، حتى الضو كيشعل وكيطفى. شويه كنحس براسي بحال اللي ضربني شي كامي، وتلاحيت من شي جرف وبقيت كنتركل في الارض. اخر حاجه عقلت عليها هي صوت ولد عمي انس فايق. من بعد فيقني، من بعد غيب. وملي فقت الصباح لقيت رشيد حدا راسي والوالده عينيه حمرين بالبكا. شفت ولد عمي وهو يغمزني باش ما نقول والو. حتى فاش جاو الدار ولقاوني مغيب قال لهم باش يجيب الماكله هو يطيح وغيب. قلت للوالده ما تخافيش راه غير مع العيا وصافي. وقلت لها فيا الجوع، بغيتها غير تمشي باش نبقى غير انا ورشيد. حيتاش فاش فقت الصباح لقيت جنبي زرق وعاطيني صداع بزاف. مشات الوالده وانا نسول اش وقع البارح رشيد. وجهه ولا صفر، اللون مقطوع فيه. قال لي مالك البارح؟ قال لي البارح دخلت الموت. قلت لي شنو وقع ليا؟ قال لي داكشي اللي وقع ليك البارح غير شويه من بزاف. قال لي كيفاش غنشرح ليك؟ قال لي البارح فاش هربتي راك بحال اللي تحديتي داك الجن اللي كان خرج، ودابا ما غاديش يتفرق منك. عندك جوج حوايج، يا اما عاد تنطهر ولا عاد تصدق. ملي سمعت هذيك الهضره برد لي الماء في ركابي، ما بقيت عارف اش نقول ولا اش ندير.
شويه وهي تعيط علينا الوالده باش نفطروا ومشينا. انا ما عنديش منين يدوز ليا، بقيت جالس وساكت وكلشي جاتو عجاب حيتاش مولف ديما ناشط. مي هضرت رشيد زرعت فيا الرعب. من بعد نضت ومشيت ندوش، طلقت سخون وبديت كنغسل. شويه غمضت عينيا وترخيت، ومني بغيت نحلهم والو ما بغاوش يتحلوا ليا عينيا. وما بقيتش قادر حتى نتحرك. شي 5 دقايق وانا كوانسي. شويه بدا كيشعل ليا الضو في عينيا، بديت كنحل في عينيا بالزربه. ما حليتهم وانا نشوف واحد المنظر اللي ما تمناش اللي يولي. شفت واحد المراه لابسه الابيض وشعرها مشعكل، وملي ضربت ليه على رجليها لقيتهم بحال ديال الماس. مع شفت داك الديكور ما حسيت براسي حتى لقيت راسي في بيتي. حتى الدار ما فهم والو. دزت من قدامهم كي الزواق، بقيت متاكي في بلاصتي وانا نسمع الوالده كتقول للوالد انا نشوفو مالو، ويقول لها رشيد غير خليه غير خليكم انا نمشي عنده نشوفو مالو. جا عندي وانا نعاود ليه على المشهد اللي شفت ويقول لي شنو هو. قال لي باقي ما شفتي والو. قال لي كون كان شي حد في بلاصتك كون تصدى ويقول لي انا هو السبب غير اسمح لي والله. كون كنت عارف هاد الشي غيوقع والله ما نديرو. قلت لي صافي صافي بلا ما تقلب علينا دراما. واش كاين شي حل دابا لهاد المصيبه ولا نمشي نهضر مع الدار. قال لي صبر واحد السيمانه